ونحن مع الرئيس هلا وبكره وبعد بكره وبعدين، ونحن اولادنا ودمنا فداه. يعني اندفاعنا له نحن خلانا نوقف هنيك عنده، وتفاجئنا انه دغري يعني مجرد هيك شفنا قدامنا دغري ركضنا على السياره وصار يناقشني وحكى معي وقال لي شو بدك، واعطيته الطلب، انا طلبي اعطيته اياه وقلت له الله يخليك يا سيدنا نحن فيها مشكله وفي كذا، دغري والله بعدها فيها، واخذها بكل صدر رحب وهو عم يبتسم ولا كاني حسه يعني كانه هيك يعني كانك واقف قدامي وهو يعني ما بعرف ايش شعور عن جد شعور لا يوصف، انه هذا يعني احلى حلم وفرحه هي اللي فرحتها بها بيوم اللقاء، يوم اللي شفته السيد الرئيس. ووقت اللي اعطيته الطلب بالعكس يعني بادر فيها اعطيته اياها وقال لي ان شاء الله ان شاء الله انه بيصير خير وعدي بخير والحمد لله، والله يحمينا اياه ويحفظه ويديمه لبلدنا، لانه في قنوات ثانيه بدها تزرع فتن وما عم تعرف كيف، باي طريقه باي وسيله ما عم تعرف كيف تزرع الفتن. نحن نزلنا على البلد ونحن عم نستنى سيادة الرئيس، يعني فكرنا انه بده تيجي عالم وبده تيجي كثير وبده يجي امن وبده يجي كذا. تفاجئنا ان الرئيس اجى لحاله ونزل لحاله بالسيارة من محبة الناس، يعني اندفعت له بكل كرامة بكل محبة، ومع كل واحد طلبات يطلب من الرئيس، وكل واحد منهم يقابله، وكل واحد منهم يعني يحاكيه بالكلام اللطيف، وكل واحد يعطيه ويكون ممنون منه. وهذا محبة الشعب اللي قدم عليه بكل كرامة وبكل اعتزاز وبكل يعني فرح. هذا اللي صار، ومعنا نحن معروض حبينا بهالكرم اني نعطيه لبنتي وهي تقدمه، بما اني انا حرمه كبيره ما حسنت يعني اواجهه، اعطينا لبنتي مشان تواجه سياده الرئيس ياخذ هالطلب مثل هالناس اللي عم ياخذوا هالطلب. معارض سوري يخرج من لندن في استديوهات البي بي سي ويقول أن مصادره تؤكد وجود قتلى في اللاذقية. ينضم إلينا هنا في الاستوديو المعارض السوري المقيم في لندن علي الأحمد. معلومات مؤكدة عندي على الأقل 10 شهداء في اللاذقية اليوم بعد الخطاب، وخرجت في عدد كبير من الأماكن. أنا جاي إلى الاستوديو رأيت أكثر من 10 لقطات. 10 لقطات. الناس يعني إذا كانت هذه المعلومات توفرت لديك كيف تأكدت منها؟ من مصدر من اللاذقية. نحن لنا خطوطنا ولنا اتصالاتنا. 10 شهداء على في أي حي تم ذلك؟ والله لا أذكر، مو لا أذكر، فقالوا 10 شهداء مؤكدا بعد الخطاب مباشرة. طيب أنت متأكد كيف لنا للإعلام للعالم أجمع أن يتأكد من صحة مصادركم؟ لأنه لا يوجد مجال لتدقيق للمستقلين، لا ممنوع لكل وكالات الأنباء أن تذهب إلى درعا. مصادره أربكته قليلا ربما، ولم تؤكد له الصورة التي شاهدها قبل قدومه إلى الاستوديو هل كان في اللاذقية أم درعا. وطبعا في بداية حديثه هو متأكد من مصادره. شاهد عيان باسم محمد الخالد يظهر هاتفيا عبر إحدى القنوات المعروفة جدا ويدلي بشهادته. هل تسمعني سيدي؟ نعم. محمد خالد شاهد عيان من اللاذقية، ماذا جرى اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. في حوالي الساعة 11:10